يعني مساء الخير طبعا. الواحد عنده كرشة نفس، حاسس ان يعني مش قادر ياخد نفسه، مش قادر يتكلم، ملوش نفس. والله وقفت تاني على الطريق برضو. طب هعمل ايه يعني؟ غالبا هبقى يعني هطلع بعد كده من العربية لحد انتهاء الدوري ده. بصراحة مش عارف هو لعيبة الاهلي عايزة ايه يعني. يا كابتن خطيب، محتاجين مدير فني ولا هنكمل ولا ايه؟ ولا هنرجع حسام البدري ولا هنجيب علي ماهر ولا نجيب كابتن احمد ايوب؟ وكابتن احمد سامي قاعد دلوقتي ما بيعملش حاجه بعد ما الاتحاد مشاه. هو ايه اللي احنا شفناه ده بقى؟ عشان انا مش عارف والله. الواحد ضيع من وقته ساعه ونص، ساعتين من العك الكروي والالحاد. ده الحاد كروي والله يا جماعه. يعني حرس الحدود الاهلي بيكسب 3-2 بالزق. مش عايز اقول كلمه مالهاش لازمه، بالزق كده. انت بتزق قدام حرس الحدود يا كابتن عماد. طبعا كابتن عماد علشان يريح اللعيبه الماتش الزمالك اللي جاي غير نص الفرقه، بدايه بشوبير. مصطفى شوبير معرفش بقى، حابب الاتنينات يعني، حابب كل ماتش يقف فيه يخش فيه جونين. هتقول لي الاول، هقول لك الاول بتاعه خرج، معرفش خارج بيعمل ايه. التاني ما طلعش على العرضيه ليه؟ يعني الكورنر مش رافعه ديفيد بيكهام مثلا، كره ركنيه مرفوعه عاديه على منطقه على اول منطقه ال6 يارده، المفروض حارس المرمى بيطلع ياخدها، فشوبير غلط في الحته دي. طبعا محمد هاني في الجون الاولاني يعني انا مش عارف بصراحه، ما تلعب على الامان، ما تحطها بره، الراجل لازق فيك وضاغط عليك وانت بتقع والحكم مش هيديك حاجه والكره مش معاك، اما حطها بره. ايه انا مش فاهم، بس ما علينا. يعني طبعا احنا عارفين محمد هاني، المشكله ان هاني بيعمل حاجات كويسه في الماتش، بس حاجه بتبوظ كل اللي انت عملته ده. التشكيل كان طبعا يعني غريب، بس هو الحاجه الوحيده اللي انا شايفها حلوه والله في الماتش قبل ما انسى حاجه واحده بس، هي جراديشار. يا كابتن عماد، الفرق كبير جدا ما بين شريف وجراديشار، كبير قوي قوي قوي. يعني جراديشار هي اللي جات له عملها من لمسه واحده، جون خلصانه، شكرا مش عايز حاجه تاني، واداك التقدم في الاول. لعيبه الاهلي بقى والعك تدخل فرقه حرس الحدود في الماتش، وبعدين نقعد بقى نجاهد ونجري ونحرد في الملعب ومش عارف مين. الشحات كان كويس، ما كانش وحش عشان الناس اللي كانت بتسالني على الشحات. لكن جراديشار يا جماعه ما يقعدش، انا اسف يعني، ولا شريف ولا اي حد، جراديشار ما يقعدش وما كانش المفروض يطلع. يعني انت لعبته في الشوط الحر اللي فيه شمس، وده راجل اوروبي يعني، سلوفيني جاي من سلوفينيا، والدنيا هناك عندهم ما بتبقاش درجات حراره ديت. جيت بقى فلما الدنيا هدت قمت مطلعه، بس ما علينا يعني. طبعا تغييرات من عالم سمسم، من بلاد العجائب، عشان انا مش عارف يعني. تمام، اتفقنا والناس كلها قالت ان تركيبه مروان وديانج ما تنفعش بالادوار اللي بيعملوها دلوقتي. بتحس ان هم مش فاهمين بيعملوا ايه، والدنيا بينهم مضروبه قوي، وبالتالي اختراقهم من النص كتير. الدليل على كده ان لعيبه حرس الحدود كانت بتلعب الكوره ما بين خطوط الاهلي بكل سهوله في غياب مروان اللي كان دوره احسن بكتير، وكان باين عن ديانج، لان مروان حافظ مركزه، ديانج ده مش مركزه ومش عارف هو المفروض يعمل ايه، وبالتالي تايه، وبالتالي بيعمل كوارث. فدي حته ديانج. فجاه بيجي في الجون التعادل، تمام حاضر خلاص مفيش مشاكل حاجه، يعني دفاع الاهلي وحش قوي. بعديها كوره اتلعبت لديانج على اول ال 18، لو رفع عينه ناحيه اليمين كان في حد رايح انفراد جوه ال 18، بس ديانج خرب على الشمال لحسين الشحات في موقف يقول لك ان بس مش ديانج عيوبه الاستلام زي ما الناس بتقول، لا هو كمان في الحته دي ما عندوش، هو مش بيرفع عينه، ما عندوش حته الباص. يمكن مروان شويه عنده الحته دي، وده اللي بيميز مروان. الشحات كان كويس. العش كان غريب جدا بالنسبه لي، يعني مصطفى العش كباك شمال، وهو في اخر الشوط الثاني او سوري اخر الشوط الاولاني قال لك بقى بلاها العش، هات مرعي، شيل العش وهات مرعي، حطه وجرب. مرعي راح بالكره اللي اتلعبت له وجاب ضربه جزاء. الحمد لله كابتن تريزيجيه دخل سدد بكل ثقه،
ونسى وتناسى طبعا احداث كاس العالم للانديه في امريكا، والحمد لله سجل الجون الثاني. قلنا كويس الشوط الثاني بينتهي او الشوط الاول بينتهي 2-1 للاهلي، فانت كده خلاص بقى تدخل الشوط الثاني. يعني الحرس مش فرقه مرعبه يا جماعه، يعني ما فيهاش حد اصلا. محمد حمدي زكي يحيى العظام وهي رميم، الراجل يعني لعيب كوره جامد يعني وخبرات طويله، بس مش للدرجات دي يعني. المهم الشوط الثاني بيبدا بنفس الطريقه بنفس النتيجه، هوب كوره بتتلعب كورنر، طاهر بيطلع يحطها في نفسه، عمل واحده بفخد رجليه كده. طاهر ما يعني ما اعرفش، هو كان ليه دور كويس الشوط الاول، انه كان بيخش ال 18 علشان يكمل مع جراديشار، ومن هنا جه الجون الاولاني. لكن الجون الثاني نطت عالي قوي قبل الكوره، فراحت نازله خبطه في فخد رجليه. طبعا شوبير ما لحقهاش ودخلت 2-2 والماتش اتقفل. ليه بقى؟ لان انت حسيت بقى بكرشه نفس، يا ساتر يا رب، انت رايح للزمالك واصلا بتجاهد في النقطه وعايز تجيب نقطه عشان تطلع، يعني يدخل فيك جول بالسذاجه اللي احنا فيها. دفاع الاهلي وحش جدا جدا جدا، يعني هات العش باك شمال، لا خلاص هاته بساك وخلي مرعي، لا طب بص بقى طلع العش ونزل احمد عبد القادر. احمد عبد القادر يعني طبعا مش هحكم عليه، ده هم اللي لعبهم كلهم على بعضهم تلت ساعه ولا حاجه، وواضح ان هو برده لسه مش جاهز بدنيا، يعني جريته واستلامته، بس يعني ما اقدرش اتكلم عليه. طيب نعمل ايه بقى؟ ننزل شريف، محمد شريف ينزل جنب جراديشار علشان يبقى عندنا كثافه هجوميه. محمد شريف غريب جدا بصراحه، انا مش عارف يعني، هو المعلق كان بيقول لك شريف مش ماشيه معاه، هو شريف ما جاش اصلا، يعني كور سهله جدا بتضيع. الفرق بين جراديشار والشريف يا جماعه مش في الفينش بس، جراديشار بيتحرك كويس، جراديشار بلغه الكره بيهد طاقم المدافعين اللي ورا، بيهدهم حرفيا، استلام قوي، بينط، جسمه قوي بدنيا، واقف على رجله، بيتحرك يمين وشمال، بيعرف يسبقهم وياخد منهم الكور. شريف بينزل يستسلم في وسطهم، يستنى الكره تتلعب له من ورا مدافع فيلف يحطها، يا اما يحطها بره زي ما شفنا، يا اما يحطها في جسم المدافع اللي وراه، يا اما يتكعبل وما ياخدهاش اصلا، ودي حاجه يعني بصراحه غريبه جدا. فشريف محتاج يراجع نفسه كتير. تمام. طبعا تغيير حسين الشحات انا مش فاهمها برضو، لان الشحات ما كانش وحش قوي يعني، بس انت كنت عايز تنزل بن شرقي عشان يعني ايه تنقذ ما يمكن انقاذه، فبن شرقي نزل. تمام. تريزيجيه انت حافظت عليه والحمد لله ما خدش انذار عشان يلعب ماتش الزمالك، لان الناس كلها كانت شايفه ان هو هيبقى عنده مشكله، يعني ممكن يبقى عنده ياخد انذار ويغيب عن الماتش. طيب تمام. اخيرا اكتشف كابتن عماد النحاس ان تركيبه ديانج ومروان ما تنفعش، فبنسحب ديانج وما اعرفش بننزل مين وننزل. انا فجاه لقيت الدكه كلها نازله، احمد رضا نزل، والله ما اعرف نزل مكان مين. تمام. فجاه لقيت عمر كمال عبد الواحد راح نازل برده، وطبعا عمر كمال عبد الواحد يعني احنا متفقين من اللايف اللي فات انه لسه بدري قوي عشان يفتكر الكوره. تمام. طيب تحس لعيبه الاهلي مش مدركه الموقف اللي احنا فيه، اللي الاهلي فيه، اللي الجماهير فيه، اللي النادي كله فيه. انت في اسوأ بدايه ليك في الدوري، ومش بس بدايه نتائج، بدايه كمان استقبال اجوال. يعني يا جماعه الاهلي ما طلعش بشباك نظيفه غير في مباراه غزل المحله تقريبا لو انا فاكر يعني. فاللي هو ازاي كل ماتش بيجي في الجون؟ ايه خط الدفاع؟ وخط الدفاع مش المساكين بس، خط الدفاع اللي هي المنظومه الكامله، الاثنين بتوع نص الملعب اللي هم 6 بقى و8، سميهم زي ما انت عايز تسميهم، الباكين مع الاثنين المساكين مع الجناحين اللي المفروض ينزلوا يضموا عشان مفيش الكلام ده كله. احنا بنتفرج على زي ما انا قلت كده ايه يعني، عك كروي او الحاد كروي يعني. تمام. مرتدات الحرس كانت عامله لنا مشكله، كانت عامله مشكله كبيره، وكان يعني اكتر من مره كانوا ممكن يحرجوا الاهلي ويسجلوا، بس هو زي ما تقول كده ايه، الاهلي بقى خلاص يعني فاهم، العب بقى كل في الكل، عك في اي عك، العب كره اماميه طويله في اي حته، نزلت احمد عبد القادر وخلاص بن شرقي وشريف ورضا، وزي ما انت عايز تقول قول بقى خلاص. ربنا يعني بيفكها بكوره بتتلعب من تريزيجيه وبن شرقي، تريزيجيه بيعملها حلوه، بتيجي في القايم بترد في ياسر ابراهيم في الحته دي، ما اعرفش كان بيعمل ايه، بس هو يعني ياسر موعود، يعني ياسر ابراهيم او ياسر رجوله موعود ان الكوره تتحط في القايم ترد في صدره وتخش جون الهدف الثالث، علشان الاهلي يزق خطوه، بس بعد طلوع الروح وبعد سدة نفس للجماهير. والله العظيم كرشه نفس، الناس قاعده على الكافيه بتتفرج، اللي هو يا جماعه يعني مش كده، اكيد في حاجه احسن من كده يعني، اكيد مش ده المستوى. هتقول لي غياب بن رمضان وزيزو وامام، هقول لك تمام جدا يعني معاك، بس اللعيبه اللي بتلعب كلها يا جماعه لعيبه اسامي يعني، انت يعني ده يعني غريب جدا. انت بتلعب حرس الحدود، مش بتلعب فرقه من التوب فور مثلا، ما بتلعبش المصري، ما بتلعبش الزمالك، مش هتكلم على بيراميدز عشان احنا خلاص عدينا بيراميدز يعني. فالمباراه مش مع احترامي لحرس الحدود، بس يعني المباراه كانت سهله، ليه تصعبها؟ وليه الطقم اللبني اللي احنا بنلعب بيه ده انا مش عارفه.
انا طعمين ما بحبهمش، لا اللبني ده ولا الرمادي بتاع السنتين اللي يعني ايه يا عم، ما تلبس كحلي، ما تلبس اسود، ما اعرفش يعني. بس حاجه من الحاجات اللي حرقه دمي. ضربه الجزاء، لا ضربه جزاء طبعا ما فيهاش اي حاجه يعني، دي ضربه جزاء، ودي اول ضربه جزاء تحسب للاهلي الموسم ده. ما عنديش حاجه ثانيه اقولها، اصل الماتش ما فيهوش حاجه تتقال يعني. كابتن عماد النحاس ما عملش اي تريكات مثلا اقول لك مش عارف جاب مين عمل ايه وودى مين فين، مفيش الكلام ده خالص. انت كسبت النهارده زي ما الجمهور قال يعني بالدم بالروح، الماتش مش هيروح يعني. فده اللي حصل، او يعني ايه بحته كده من طرف فانيله النادي الاهلي، من طرف روح الفانيله بتاعت النادي الاهلي بتكسب النهارده. لكن اداء زي الزفت، نتيجه اهم حاجه فيها طبعا الثلاث نقط، واحسن حاجه في الماتش هو جراديشار والجون اللي جابه. وغير كده بقى الباقي ايه تحطه في الدرج وتقفل عليه. ونستنى نشوف بقى ان شاء الله ماتش الزمالك الاسبوع الجاي هيعمل فيه ايه، ونستنى نشوف الجهاز الفني هيجيبوا لنا مين بقى. انا عمال اسمع اسامي كتير لدرجه ان انا زهقت يعني، والله زهقت يعني بجد. مش عارف مين من البرتغال، مش عارف مين من تركيا. ده وصلت يا جماعه لحد من يعني مدرب عربي مش هقول اسمه، قال اسمه النهارده الصبح وقال لك احتمال ايه يا جماعه، بس احتمال ايه يعني مش عارف والله. يعني عشان ما نطولش على بعض والواحد وراه حاجات يخلصها، واكيد انتوا كمان زهقانين وقرفانين. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله مباراه القمه. بفكر اطلع لايف قبل مباراه القمه كده، نعمل ليله مراجعه الامتحان ونشوف، ولو ان الحاجات دي ما بقتش مضمونه دلوقتي، ونشوف الاهلي هيلعب ازاي وهيعمل ايه قدام الزمالك. يلا عشان نلحق ماتش الزمالك ونلحق ماتش بيراميدز اللي بيلعب ماتش في السر امام اهلي جده السعودي. مباراه صعبه على بيراميدز، بس يعني ايه ان شاء الله بالتوفيق يعني، ربنا يكرم والواحد عارف ربنا عارف اللي في نيته. ونشوف ماتش الزمالك والجونه في غياب بنتايج واخوان الفينا، نشوف الزمالك هيعمل ايه، وان شاء الله نلتقي بقى قبل مباراه النادي الاهلي والزمالك قمه الكره المصريه. دمتم سالمين، تصبحوا على خير.